ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش، وبنكمل في سلسله ازاي تتعلم البريتش انجلش من الافلام والمسلسلات. تابع معانا وما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا. لسه طبعا بنكمل زي ما احنا في بيكي بلايندرز، عشان لسه فيها كلمات كتير وجمل كتير انت محتاج تتعلمها. ركز كده في الجمله دي وقول لي سمعت ايه. هنا هو قال right boys you're all there. right boys you're all there. الفكرة هنا في كلمة you're all here. لما انت بتلينك كلمتين مع بعض تبقى you're all here. you're all here. مش هتقول طبعا you are all here، ماشي؟ علشان ده هيبطأ من معدل الكلام بتاعك، وطبعا احنا مش بنحاول نسرع في الكلام، احنا بنحاول نربط الكلام. فانت تقول you're all here. اوكي، طب اسمع كده الجملة دي وقول لي سمعت ايه. This is my fucking wedding day. اوكي، طبعا هنا قال today this is my fucking wedding day. طبعا كلمة fucking هي طبعا بتتقال لو انت هتقراها كده عادي من غير اكسنت هتقول fucking، بس هنا بالبرومي اكسنت، ودي الاكسنت اللي مستخدمينها في المسلسل، فقال fucking today this is my fucking wedding day. wedding day. خلي بالك هنا طبعا من الربط برضو من كلمة wedding وday، قال wedding day. wedding day. today this is my fucking wedding day. بص بقى يا معلم كده الجملة دي عشان حلوة جدا بصراحة. And you said there'd be no bloody uniforms. And you said there would be no bloody uniforms. And you said there would be no bloody uniforms. And you said there would be no bloody uniforms. طبعا كلمة bloody لو هتقولها بالبريتش انجلش خصوصا بالبرومي اكسنت هتقول bloody. bloody. There would be no bloody uniforms. There would be no bloody uniforms. طبعا ما تنساش كلمة uniforms، ما قلناش uniforms، شلنا الار خالص، قلنا uniforms. Despite the bad blood. Despite the bad blood. blood. خلي بالك هو انا ما قالش blood عادي زي ما انت ممكن مثلا تقولها عاديه، بيقال blood despite the bad blood. Those bastards out there are our family. Those bastards out there are our family. ركز هنا طبعا في الكونكشن، هو قال اولا those bastards، ما قالش bastards طبعا عشان الار دي خلاص انت اتعلمتها. out there. out there، ما قالش out there. out there. out there. خلي بالك هنا كلمة out آخرها تي وكلمة ذا أولها تي، فهو وصل الاتنين ببعض فهيت out there، وطبعا الار اللي في الآخر اللي في كلمة ذا شلناها خالص. Those bastards out there are a family. ما قالش are her family، قال are a family. are a family. ركز كده are a family. Those bastards out there are a family. Your kin, your cousins, your horses. your kin, your cousins, your horses. اوكي طيب هنا الفكره كلها في كلمه your cousins. طبعا انت ممكن تقول في العادي، طبعا هتتكلم انجلش عادي هتقول cousins. اوكي your cousins ده بالبرومي اكسنت. your kin, your cousins. What about snow? بص كده بقى الجمله الصغيره ديت. what about snow. what about snow. what about. what about ما قالش what about، قال what about snow. what about snow. طبعا ده connection عشان تبراكتس معايا اقول وباء وباء وباء. طبعا ده نوع من الكونكشن. وباء snow. وباء snow. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. طبعا الفكرة هنا كلها في كلمة أرى. أرى طبعا ما انت مش هتقول طبعا out of، اوكي انت هتقول أرى. أرى there. أرى حاول كده تمرن معايا. out of their fucking. هنا ال of اللي جت ما بين out و there دي بتتبدل بشوا ساوند، يعني بتخليها out of their fucking cars. مرن كده معايا. no fucking sucking petrol out of their fucking cars. No fighting. ركز كده طبعا في اخر كلمه ديت قال no fighting، ما قالش no fighting، قال no fighting. no fighting. اتمنى تكون اتعلمت حاجه جديده في البريتش انجلش من الفيديو دوت، وطبعا حاول ان انت تبراكتس وتعيد الفيديو اكتر من مره وتوقف عند الحته الصعبه وتحاول تكررها عشان تتعلم. مش تكتب لي كومنت بقد ايه انت استفدت وايه المسلسل اللي ممكن نتكلم عنه في الفيديو الجاي، واشوفكم في فيديو جديد.